يا مساء الخير والعافية والجمال على عيونكم حبايب قلبي، إخواني أخواتي مشتركيني الأحبة. اليوم جيت وياكم بفيديو جديد ومشاركة جديدة ولطيفة، وأتمنى يا رب تكون خفيفة الظل عليكم وتستمتعون وياي بهذا الفيديو. طبعا قسم منكم راح يستغربوا المكان، وقسم منكم من متابعيني القدامى راح يعرفونه. هذا المكان يعني بيت أختي، أنا كنت يعني قبل منزلت لكم هواية مشاركات من بيت أختي. آه وهاي المرة همات رحنا قضينا يومين حلوات يمهم، والحمد لله والشكر. آه باي روحتي من رحت قالت لي خلينا نسوي شجرة الكريسماس. أنا نزلت لكم فيديو من بيتي، شجرة الكريسماس ببيتي، لكن يعني بيت أختي اليوم همينة سوينا شجرتها، وكانت الشجرة مالتها تجنن وضخمة وصدق تعبتنا. يعني بالزينة، بتنصيب الزينة وبتنصيب الشجرة، نابو علوش ما تساعدنا. بس شنو النتيجة؟ صارت روعة وتجنن واستمتعنا كلش وقضيناها يعني لحد ما كملنا نصبة الشجرة. يعني كلش مقالب هواي صارت. لكن شنو، أني صورتكم مقتطفات بس حتى أشارككم حبايبي. ما أعرف ليش أنا عجبتني هاي، كلش عجبتني ما أعرف رسم مرسوم عليه بابا نويل مال هدايا وهيجي وكذا. هاي المفارش ومالت الكوشات أيضا، يعني تجهيزات كلش حلوة، واستمتعت بنصبة شجرة يم بيت أختي مال الكريسماس أكثر من الشجرة اللي بيتي. طبعا بنات يعني هاي الكرات يعني شغلاتها تختلف، إن هي شجرة كلش كبيرة مو صغيرة أو شي. هاي هنا بالقوة صورت لكم هيجي، هاي من ربطنا هاي الفيكة فوق، وهذا الجرس كلش ضخم ما مبين يعني بالهذا بالتصوير يا حبايبي. آه قولولي انتم كملتوا نصبتوا زينتوا الشجرات مالتكم لو بعدكم. أنا صراحة أحب هاي السوالف، عشقي يعني عشقي. إذا مثلا ترتيب أو كذا، أنا مو شرط إلا ببيتي، لا، أحب إنه أشارك كل شي. يعني مثلا شي فد شغلة يعني مميزة، ترتيب، هذي أحب أشارك، أحب إنه أسوي فد شي مكان اللي أروح له، أحب أترك أثر من بعد ما أروح. فالحمد لله والشكر باي روحتي ولو هي قصيرة، لكن صبنا الشجرة. وهنا أنا ما أسولف لكم هاي الزينة كلها خماطتها من أختي، وقلت لكم راح يعني أشارك إذا جبت من أروح للسوق وأجيب كرات وهذي. فمن عطتني هاي هواية، يعني حتى ما ظل مكان بالشجرة مالتي، هسه بنهاية الفيديو راح تشوفون. جبت هاي العلاج كلها يعني بوقناها. شايفين شلون يعني من وحدة تخمط من الثانية الخوات. فقلت لها هواي صار شجرتك وهذي، هاي الكرات الباقية انطيني اياها. اختي قالت لي خذيهم. هاي هنا صار الشكل روعة روعة صار. اي فقلت لكم من راح ارجع لبيتي مهمات شاركتكم. راح شو اسوي، اضيفه للشجرة مالتي. هاي هنا هيجي سوينا الركن مال راس السنة، صار كلش حلو شي نازك وروعة. شخصيات بابا نويل كلش حبيت هذا المفرش، والكوشات مالته خليناها أسفل الشجرة. وهاي نانا هذا الحجي حبيته قلت لكم أول شي بهاي الجنطة. وهنا بابا نويل هذا قزاز كلش كبير هم تخليناه على الصوبة. إن شاء الله يا رب تكون سنة خير وبركة وعافية وأفراح علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى كل من راح يشاهد الفيديو هذا ويفرحني بلايك ومشاهدة حلوة. يا رب تكون هاي السنة كلها أفراح، مليئة بالأفراح والمسرات، وما تشوفون شر بحق الحبيب محمد. وإن شاء الله نختم سنة 2024 وإحنا فرحانين وماكو أحزان إن شاء الله. كل بيت عراقي إن شاء الله تدوم كل الأفراح بحق الحبيب محمد. هنا طفينا الأضوية وصورناها.
ما أعرف أني هاي مو دمجت وكملت الفيديو، طلع ضايفة هذا story في الفيديو، يعني ما كنت منتبهة للstory. هسه أنزل لكم إياه بالقناة بوحدة، بس يعني شفت شكله حلو بقيته. احجولي حبايبي عجبكم إن شاء الله الفيديو، ذكرولي بالتعليقات شنو حابين أنزل لكم، شنو حابين أصور لكم. أني كنت طبعا مستمرة أنزلكم فيديوهات على تحضيرات عرس أخويا، طبعا متابعيني كلهم يعرفون نزلت هواي فيديوهات. هاي هنا رجعنا حبايبي، طلعنا من بيت أختي بعدنا قريب لهم، لكن رجعت لبيتي، ويوم أرجع كلش ضايجة، لأن أتونس أني يم بيت أختي معلي الله يحفظها. أي حبايبي، فأني كنت يعني أنزلكم فيديوهات تخص زواج أخويا وتحضيراته، وإن شاء الله نرجع وأنزلكم فيديو بارت رابع، لأن أنا نزلتكم 3 فيديوهات تخص زفاف أخويا. أني لازم أصور لكم شي من أروح بيت أختي، ما تفوتني، لازم أصور لكم شي. وصدق يعني صار هاي روحتي همات مثل ما ذكرت لكم شي مميز سوينا الشجرة، فحبيت إنه أنزل لكم إياها. طبعا بنات هنا من رجعنا سبحان الله الجو صار غبار أو تراب مو طبيعي، فحبيت أصور لكم شوية من الشوارع، شوارع المدينة. طبعا هاي هنا صورت قريب ملعب المدينة الدولي، طبعا كلش حلو، بس من بسبب التراب يعني تصميمه وهذي ما مبين. خليكم ويا الفيديو حبايبي وإن شاء الله تستمتعوا. طبعا هذا حسب طلب رقاوي، قالت لي صورين ذني الوردايات هاي يعني على الأرصفة، فما خجلتها وصورت لكم إياها. وهاي اللقطة هنا أنا صورتها، كلش أحب هذا المنظر من هاي. أحب شوارع بغداد، أعشق بغداد، فأحب إنه أصور كل تفاصيل ولو بأدق التفاصيل أصور لكم. وهيج وصلت لبيتي وقلت أخلي الزينة اللي بقناها من أختي، بس صدق أنا مو بوقتها، يعني هي طتني إياها بس أنا هيج أقول شوف هسه شقد يعني هو شغلات قليلة، وهاي الطوبة خليتها ووقعت فشلتني. أي فهنا أنا راح أضيف كل الزينة، صارت بكثافة وحلوة، فقررت إنه بعد ما أضيف لها هواية، ما يعني صارت خبصة هيج أحسها، فقلت بعد ما أضيف لها ولهنا هيجي راح أختم فيديو اليوم وياكم. وانتظروني مشاركات وفيديوهات جديدة، لا تنسوني باللايك والاشتراك ودعم القناة. حبايبي أحبكم هواي، أموت عليكم. باي باي.